السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، كيفكم؟ أخباركم؟ والله وحشتوني. سافرت من جدة، رحت منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، غير جدة طبعا. الحين أنا حاليا جيت نمرة. ممكن كثير ما يعرفوها بس أكثرهم يكونوا يعرفوها. تمام، هي قرية في نمرة. تمام حبايب قلبي، أنا جيت فيها دحين لي تقريبا شهرين، يعني لين ما اتعودت وأخذت على الوضع. الحمد لله رب العالمين. تخيل إنسان عايش عمره كله في جدة، فجأة يسيب الأهل والأخوان والصحبات، يعني كل شيء يخصه في جدة يسيبه ويجي منطقة تانية. فكان مرة شوي صعب علي. تمام حبايب قلبي، أنا بقول لكم موضوع. اليوم نبدأ بكلام ممكن يعني إنسان ياخدها بحساسية، إنسان ياخدها برضا، بس هو كلام جميل. طيب، يقول لك زمان الباب للباب، زمان الجار للجار، زمان الأخ قلبه على قلب أخوه. زمان، يقول لك زمان الباب يدق أهلا وسهلا ويا مرحبا. زمان الباب من غير ما يدق كله داخل وكله خارج. تمام حبايب قلبي. يقول لك زمان أخوك ولد أمك وأبوك سند لك. زمان أخوك ولد أمك وأبوك ظهر لك. لكن هذا الزمان صار الباب مقفل بالترباس والمفتاح. هذا الزمان صار الأخ للأخ زي العدو. هذا الزمان صار الأخ للأخ بعيد عن بعض. هذا الزمان حرق قلبي وقلب الحبايب. هذا الزمان عورني تعويرة شديدة. الحمد لله على كل حال. هذا الزمان ما توقعت منه هذا الشيء، لكن صار ونرمي كل اللي صار ورا ظهرنا ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، هنبدأ الحين قصتنا مع بعض. اليوم القصة جدا رائعة، قصة جميلة جدا جميلة. يقول لك القصة تقول إيش؟ تقول أنا وخطيبتي. طيب حبايبي، دحين نبدأ قصتنا مع بعض. القصة هذه اسمعوا قبل ما نقول القصة، أنا وإنتوا نتفق على حاجة. أنا ما حقول اسم البلد اللي اتقالت فيها القصة، ما حقول أسماء الناس اللي اتقالت فيها القصة، ما حذكر أي حاجة. قصة نستفيد منها وناخد منها عظة وعبرة. تمام حبايبي، نتفق على هذا الوضع عشان لا حد يزعل، لا حد يقول قلتي على بلدنا، لا حد يقول مدري إيه. تمام حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة حبايب قلبي، ولدين أصدقاء بالروح في حارة واحدة، اتربوا كبروا خلصوا الدراسة مع بعض. بعد ما خلصوا الدراسة، واحد فيهم أخذ أهله وراح منطقة تانية، يعني في نفس المكان اللي عايشين فيه، بس راح بيت تاني، وذاك قعد في نفس البيت هو وأهله. تمام. هذا أحمد اللي شال أهله وراح منطقة تانية اسمه أحمد، واللي قعد في نفس البيت اسمه محمد. تمام. محمد ما لقى شغل، ما لقى وظيفة، صار يشتغل على السيارة حقته مشاوير. وأحمد لقى وظيفة وصار ما شاء الله تبارك الله وعايش وساتر على أهله وصارف عليهم، كلهم عيال تمام، ما بهم أي حاجة. تمام. أحمد إيش سوى؟ صار يشتغل بالسيارة حقته خصوصي مشاوير، يودي مشاوير ويجي. يوم من الأيام قابل مين؟ قابل صاحبه محمد قابل صاحبه أحمد، شاله بالليموزين وداه مشاوير اللي بيروحوا كده. بعدين في النهاية إيش سوى؟ قام شاله قال له وصلني بيتي. لما وصلوا بيته، أحمد إيش قال له أحمد؟ لازم تدخل بيتي وتتغدى. دخل بيته، دخل في المجلس في الظهر، دخل أهله ما يدروا، المجلس كان مفتوح على البيت كله. تمام. بس محمد ما يدري إنه المجلس مفتوح على البيت كله. جالس في المجلس، قام أحمد قال له عن إذنك أكلم الأهل يحطوا لنا الغداء. قام أحمد راح عند أمه، يا أمي حطي لنا الغداء. أمه قالت إيش هذا الضيف اللي جاي ذا الوقت؟ إيش هذا الضيف اللي من غير ما تستأذن ولا تقول إنه جاي عشان نستعد؟ إيش هو ده؟ في هذا الأثناء دخلت مين؟ دخلت أخت أحمد، ما تدري إنه في بيتهم في ضيف. راحت عند الحوض، فسخت العباية،
طبعا شعرها مفتوح طاح على ظهرها، غسلت وشها، شالت عبايتها حطتها على يدها ومشيت. مين شافها؟ محمد صاحب أخوه. محمد من يوم شاف البنت هذه أعجب بيها إعجاب شديد. خلاص اتغدوا، قامت الأخت إيش قامت قالت؟ إيش هذا الضيف اللي يجي من غير مواعيد؟ إيش هذا الضيف الغبي الرزيل؟ تمام. خلاص قامت راحت حطت الغدا هي وأخواتها وقدموا للضيف، اتغدى وشرب الشاي حقه واستعان بالله قام روح. لما روح محمد ما نسي البنت نهائيا. هو قد مقدم على ايه؟ على عسكرية في منطقة تانية من المنطقة اللي هم عايشين فيها. لما قدم على العسكرية جات الموافقة انه خلاص حيسافر ويصير عسكري. في هذا الأثناء قال لأمه وأبوه والله معلش يا أمي وأبوي أنا ماني مسافر من غير ما تخطبوا لي البنت هذه أخت صاحبي. يا ولدي صلي على النبي، يا ولدي يقول لا إله إلا الله. قال لا معلش يا أمي أنا لازم تخطبوا لي هذه البنت. الأم والأبو قالوا طالما هو يبغاها نتوكل على الله ونروح نخطبها. قاموا حبايبي شالوا بعض وراحوا بيت البنت، طلبوا البنت. أهل البنت قالوا خلاص نستشير البنت ونرد عليكم خبر. محمد ما ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاه صبر. قام اتصل بمين؟ اتصل بالبنت في الواتساب، ما قدر يتكلم استحى. رجع تاني كتب لها رسالة قال لها والله أنا فلان بن فلان بن فلان جيت خطبتك وأتمنى من الله إنك أنت توافقي على خطوبتي. قامت قالت ها أنت الضيف اللي جاي من غير مواعيد. قالت له أنت الضيف اللي جاي من غير مواعيد، أرسل لي صورتك وأنا أرد عليك. قال أدور في الصور أدور في الصور أدور في الصور. قال لقيت صورة خشم كبير. قال لقيت صورة أنا وأصحابي كلنا مع بعض. قال لقيت صورة شكلي جميل بس إيه مع أصحابي. قال صورت الصورة لحالي ورسلت لها هو. هي ما ردت عليه، قعدت أسبوع. هو ما رضي يسافر على العمل. قعدت أسبوع تسأل مين؟ تسأل صاحبتها العزيزة مش أخواتها، صاحبتها اللي جدا جدا صاحبتها. سألتها إيش رأيك في هذا الرجال؟ جاء خطبني وكده. صاحبتها شافت الصور كده قالت له والله تمام الحمد لله إنه ابن حلال وحبك وجاء طلبك وكده اتوكلي على الله. خلاص قعدت قامت اتصلت بمين؟ لا هو اتصل قال لها ليه ما رديتي علي؟ أنا عندي شغل وطالبيني دحين في العسكرية وانتي ما رديتي علي. قامت قالت له خلاص تعال وتمم الخطوبة وروح شغلك يا الضيف الرزيل. طبعا هي مسميها الضيف الرزيل اللي يجي من غير مواعيد. أخذ أهله وراح إيه خطبها، راح طلبها وتمموا الخطوبة واتفقوا على المهر وكل حاجة. الحمد لله رب العالمين. لما صارت من نصيبه قام يتوكل على الله وراح إيه راح قدم على دوامه. قعد في الدوام تقريبا 8 شهور. خلاص خلص التدريب كل حاجة وصار شرطي وكل حاجة ورجع جاء على المنطقة حقت أهله. يلا راح عند العروسة خطبها ملكه وتزوجوا، شال مرته مسافر على المنطقة اللي هو فيها شغله، يعني المنطقة اللي هو يداوم فيها. يلا قاموا راحوا فرش بيت تزوجوا وخلفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنا قاعدة أحكيكم القصة زي ما أنا سمعتها أو قريتها، هي قصة فلا تسألوني أي سؤال. المهم حملت أول بذرة كانت بنت ما شاء الله تبارك الله. الأب جميل والأم جميلة. فإيش جميل وجميل إيش حيجيبوا عسل. جابوا البنت ما شاء الله تبارك الله عليها جدا جميلة. خلاص ولدت بعد فترة كده ولدت ولد حبيبتي. وهو أبوهم إيش صار يشتغل؟ صار يعمل اللهم صل وسلم عليه بهارات. عن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في دكان سوى دكان يبيع فيها جميع أنواع البهارات، يصدر ويستورد ويجيب ويعمل هو وحرمته البهارات. وكانت حرمته المحاسبة حقته، يعني هي اللي كانت تحاسب على الفلوس وكيف الدخل وكيف الخرج وكده. تمام ما شاء الله تبارك الله. ربنا بارك لهم في رزقهم ونجحوا نجاح باهر. سبحان الله يعني سبحان الله. يقول لك الإنسان لما يمشي على خطوات لازم يجي حاجة يعكر لك المزاج. يلا قاعدين قام المدير حق محمد انتقل من منطقة لمنطقة. قام قال لمحمد ها حتنتقل معي ولا تقعد في المنطقة؟ قال له لا خلاص انتقل معاك المنطقة اللي انت رايح فيها أصلا أهلي فيها.
خلاص قام انتقل هو والمدير. بس هو قبل ما يشيل أهله راح أول شيء المنطقة، شاف المنطقة يعرفها أكيد، بس دحين بيشيل عياله. ما شاء الله عنده 3 بنات وولد، لا عنده بنتين وولدين، ولد كبير والولد الصغير المولود حرمته دوبها بلكن لا 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 لا، معليش أنا غلطت في الكلمة، حرمته حامل، حرمته حامل في ولد وعنده بنتين وولد. تمام. البنت الكبيرة بعدها الولد، بعده البنت الصغيرة هذه، والمرأة أو زوجته حامل. المهم أخذ حرمته، أخذ بناته، ويلا شاف هناك بيت جدا عجبه البيت، فيلا جميلة صغيرة مرة حلوة، عجبه. سأل قاموا الناس قالوا له هو الرجال اشتغل برا جدة في الإمارات، الرجال نفسه راعي البيت هذا يشتغل في الإمارات. اتصل له على الجوال قال له والله هذا البيت أنا أبويا طلب مني أبنيه وأسكن فيه أنا وعيالي، بس بنيته وسكنت فيه. بعد كده لما أبويا مات أنا قدمت على الإمارات شغل ولقيت، وكتبت عقد هناك في الإمارات لمدة 10 سنين. تبغى البيت أنا أبيع لك هو بسعر معقول ممكن يناسبك ويناسبني أنا يفك لي يعني أزمتي وأنت يناسبك في اتفقوا على السعر وباعوا، باعوا البيت وسووا العقد ورسلوه هذا بالإنترنت، تراسلوا بعض وخلصوا كل شيء وباعوا كل حاجة. وقام قال له المفتاح تلاقيه في البيت نفسه تحت الشجرة تحت. المهم وصف له منطقة، راح أخذ المفتاح، راح جاب الرجال غير الكيلونات، ضبط البيت. لما دخل لقاه جدا 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 رائع، البيت مرة جميل. تمام حبايب قلبي، لقى البيت مرة جميل. دخل ظبط البيت، صلح البيت، فرش البيت، خلال 30 يوم البيت كامل كومبليت جميل وجاهز. المهم يلا دخل البيت فرشوه عجبهم، كل واحد صار عنده غرفة وصار وضعه تمام جنب أهله أمه وأبوه. إيش يقوموا يسووا؟ يعزموا الناس، عشان إيه؟ إحنا جينا المنطقة فلازم الناس يعرفوا ويتعرفوا علينا وعلى حرمتي، بلاش حرمتي تعيش لحالها والعيال وكده. المهم جو الناس كلهم اتعشوا عندهم، كانت جدا مرته رائعة جميلة، هي وفستانها الجميل، أجمل بلكن أجمل نساء المنطقة كانت. خلاص سبحان الله، قاموا راحوا تعشوا خلصوا عشاء، قاموا إيه كل واحد راح بيته. خلصت الحرمة ترفيع وتنظيف بيتها، حطت راسها تنام. تاني يوم ما قدرت تنام طول الليل، يا راسي يا راسي كلكم حتقولوا صابها عين. فعلا صابها عين. شالها زوجها في الليل، زاد الألم زاد. شالها وداها المستشفى. الدكتور قال لهم بلكن عشان الحمل وقربت ولادة، خليها انت اليوم هنا بايتة ويصير خير. قال طيب. لما دخل عليها الغرفة اتفاجأ انه جسم مرته منفخ ومزرق. قال ايش ده، ايش بها، هي عمرها ما يعني ولدت قبل كده 3، عمرها ما تعبت التعب. فاحنا ايش نقول الامهات؟ انه في بذرة عن بذرة يختلف، بس هي دي لا، مش بذرة عن بذرة يختلف، هذه اصابها عين. تمام حبيبة قلبي. قام راح الاب محمد قال لامه وحماته، لموا الناس اللي جو كلهم في العزيمة حقتنا، خليهم يتوضوا، انا اجي اخذ المويه اروش بيه مرتي لانها مرة تعبانة في المستشفى. قالوا طيب. عزموا الناس كلهم ثاني يوم على غدا. قالوا ايش في؟ قالوا لا لا، بس عشان ايه، خلاص العلاقات انتوا وعيالنا كبرت وكده، فولدي يبقى ايه يجمعكم كلكم عشان ايه يصير بينكم صلة تواصل. جو توضوا كلهم، هم حطوا ايه، ما في مويه، قالوا حطوا تحت الاحواض جرادل، كل واحد يتوضا في المويه في الجردل في الجردل. قام لخبط المويه كله، اخذ شويه وراح لمين؟ لمرته المستشفى. حطها في كروانة وروشها من راسها لين جسمها كله، فك كل حاجة. تمام. خلاص شال حرمته، نامت في المستشفى أظن يومين وولدت. لما ولدت شال الحرمة وجاء البيت. الحرمة لما دخلت البيت سبحان الله كرهت المولود اللي ولدته، ما تبغى المولود هذا اللي ولدته. طيب ناخد دقيقة بس كده، أخذ قصة الشاي أشرب وبعدين نشوف نكمل قصتنا. تمام حبايبي. نقول دعاية مثلا كأنها بس يعني. المهم بعد ما دخلت كرهت المولود. بعد ما رجعت من المستشفى كرهت المولود اللي ولدته. عندهم هم في البيت
عاملة يعني تقعد مع البذور من الأم والأب ويخرجوا. الأب هذا إيش سوى؟ الشغل اللي هناك اللي في المنطقة الثانية حولها، استشار حرمته، قالت له خلاص نعمله بيع على الأونلاين، يعني بيع عن بعد وكل واحد يطلب طلباته ونرسل له. تمام، والله سوى زي ما قالت له، وبرضه مشروعه ماشي الحمد لله ناجح. الحرمة لما دخلت البيت ما هي قادرة، ما تبغى الأب، ما تبغى العيال، ما تبغى المولود اللي ولدته. سبحان الله، على كده يعني مستمرة كارهة البيت. المولود اللي ولدته لما تاخذ الأم، المولود يفرصع عينه، فاهمين؟ يعني كده يفتح عينه بطريقة عجيبة خلاص. الأب يشيل المولود ينفجع من المولود، يجري يروح يديه لمين؟ للعاملة، يقول لها خدي حبيبتي أمسك الولد ورضعيه ونوميه. العاملة تاخذ الولد ترضعه وتحطه في الفراش ينام. الأم هذه تستمر في التعب في التعب لين وصلت للحد الأخير. صارت إيش؟ صارت تضرب العيال. البنت سبحان الله نفس الحالة اللي عند أمها، نفس الحالة جات للبنت. الولد نفس الشيء، عيالها ممتازين كانوا في المدارس، كلهم رفضوهم من المدارس. إيش السبب؟ مد اليد، طولة اللسان، قلة الحياة الجديد اللي هم متعلمين. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الأب يبغى يتجنن، الأب يجي البيت هو يدخل رجوله في البيت، تجي له حاجة أعجب من العجب، يتجنن، ما يبى البيت، ما يبى الأهل، بس هو برضو الأب قوي. محمد هذا إنسان جدا قوي ما شاء الله تبارك الله. المهم يدور الزمن، الأب يقوم إيش؟ ينزل الأسهم حق الشغل حقه، ينزل. الشركة اللي عاملينها بيع عن الأونلاين وقفت. ليه؟ لأنه صار ما في إنتاج، ما في متابعة، ما في بضاعة جديدة، ما في، وقفت. هذا الشغل خلاص اتكنسل. الشغل حقه هو عسكري، الشغل حقه هو المفروض يصير رخيص، سبحان الله صار ينزل، نزل لأقصى درجة. المدير قال له بدل ما نرفدك أفضل إنك أنت تستقيل. قال له لا أنا أحاول إني أنشط نفسي وأحرك نفسي وأرجع أوصل مكان ما كنت. يلا ياخذ السيارة ويسافر. شاف واحد سأله، قال له بالله عليك قل لي أنا الحين حالتي دي ليش صارت كده؟ قال له والله أنا ما أعرف، بس أنا اللي أعرفه وأنت رايح في الطريق أوقف في الصحراء، درب راسك في التراب، دخل راسك في التراب يمين يسار يمين يسار، واطلب من الله المغفرة والغفران والشفاء. صار كل ما يمشي في الطريق هذا ينزل في الصحراء، يحط راسه في التراب، يمين يسار يمين يسار، يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واشفني. تمام، ويرجع يروح البيت يكون طيب، بس يدخل يلاقي حرمته ايه؟ بحالة غير طبيعية. قام ايش قام قال لها؟ خلاص قال لها اسمعي يا فاطمة، أنا مرة تعبت، هذه شنطتك، شيلي عفشك وروحي لأهلك، لأني أنا عالج العيال ولا عالجك أنت؟ أنت مفروض تكوني لي سند وصديقة، لكن أنت خيبت ظني، ما عندك إيمان، ما عندك توكل على الله، ما عندك أي شيء. شيلي عفشك وروحي عند أهلك، خليني أنا أعالج العيال دولة وأشوف لي نفسي صرفة. هو الرجال قال كده واخذ بعضه وخرج، راح قاعد في مقهى، جلس هو، خرج العصر، أذان العصر، جلس لين تقريبا الساعة 10 في الليل. رجع الساعة 10 في الليل، يفتح الباب، ما في ولا شيء، كل شيء هادي. قال يا الله أنا ليه سويت كده؟ ليش طردت حبيبة قلبي؟ أقول لكم جدا يحبها، جدا يحب هذه فاطمة، خلاص ليش طردتها؟ راح سأل العاملة فين مدام؟ قالت له مدام في السطوح. قال مدام في السطوح؟ برغم البلاوي هذا اللي في البيت ده وكله، وهي قاعدة في السطوح ما هي خايفة؟ قام طلع السطوح، طبعا حبة لين وصل السطوح، ويطالع كده يلاقي حرمته لابسة لبس أبيض في أبيض، وقاعدة ماسكة المصحف تقرأ، يغمى عليها، تقرأ يغمى عليها، تسجد تصلي تقوم، تسجد تصلي تقوم، تدعي الله تصلي، أغمى عليها إغماء كامل. قامت قالت لزوجها لما صحيت، ترى في الحوش في المنطقة اللي كده في سحر. شوفوا سبحان الله، شوفوا إيش السبب؟ السحر اللي دمر العائلة هذه كلها، السحر.
قال طيب، قام اتصل بمين؟ اتصل بالشيخ. الشيخ ايش سوى؟ الشيخ عشان عارف انه في البيت في حريم، قام جاب اخته ومرته وجاب اخوه وهو وجوه. الاخت والمرة صاروا ماسكين مين؟ ماسكين البنت والام والبنت الصغيرة. الاخ ايش يسوي؟ يمسك الولد الصغير المولود والاخ الكبير. الشيخ ايش يسوي؟ يلبس يتوضا ويروح يمسك الرجال هذا محمد، يقول له فين مكان السحر؟ يروح محمد هذا يوريه. هو رايح يفك السحر، الام جوا تزعل. طبعا مش الام، الشيء اللي فيها تزعج، يعني صوت عالي، تزعج تزعج تزعج. المهم راح الشيخ فك، حفر 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 حفر، ويفتح الحفرة ويطلع سحر. سبحان الله. يفتح السحر، يقرأ عليه المعوذات، يقرأ عليه آية الكرسي، يقرأ عليه آية الفاتحة، يولع نار ويحرق السحر. الأم هناك يغمى عليها، العيال يغمى عليهم. تخيل الحسد يعني لأي درجة. سحر لكل العائلة، الأب واقف معه أغمى عليه. يلا سبحان الله، الشيخ قام قري عليهم، سمى بالرحمن، قري عليهم، ذكر الله، لا إله إلا الله. المهم كل الآيات اللي تخرج منهم السحر قري عليهم. الحرمة ما رضت جني لا يخرج منها، الشيء اللي فيها ما رضي يخرج منها. يقروا عليها تطيع، يقروا عليها تطيع، يقروا عليها تطيع، بس صار أخف من أول لأنهم حرقوا السحر. قام في النهاية قام المهم من يمين يسار يمين يسار خرج منها الجن وأغمى عليها. يعني ماني داري هو جني ولا ايش، بس هو الشيء اللي فيها ده خرج منها الحمد لله رب العالمين واغمى عليها. قعدت 3 أيام ما تدري عن الدنيا. عيالها صحيوا، ولدها الصغير صار طبيعي، زوجها صار طبيعي. هي 3 أيام ما تدري عن الدنيا. لما صحيت قالت لزوجها خرجني أبى أخرج من البيت. الرجال أخذ عياله وقال له فين نروح؟ قامت قالت له نروح عند فلانة. وطلعوا بالسيارة وراحوا عند مين؟ عند فلانة. دخلت لها قالت لها يا فلانة انت أعز صديقة لي. تخيلوا صديقتها اللي ورتها صورة زوجها اللي ما وافقت على الزوج إلا لما صاحبتها وافقت. قالت لها انت أعز صديقة لي، تعملي فيا كده. طبعا هو يجيها في الحلم، الشيء اللي قال لها هو هذا اللي جاء في الحلم. قال لها فلانة ليش؟ قالت لها هان عليكي بنتي، لما ولدتها أنا ما سميتها إلا على اسمي. هان علي ولدي، هان عليكي ولدي، انت اللي ربيتي. هان عليكي بنتي الصغيرة، هان عليكي المولود اللي ولدته ما أرضع لما حليبي يشب، مش حرام عليكي. قامت قالت لها سامحيني، أنا حسد سويت كده عشان أنا زوجي وضعه مو تمام وأنا ما أخلف عيال، فقمت سويت حسد وسحرت. قامت قالت لها حسبي الله ونعم الوكيل. أخذت زوجها وقالت له نرجع مكان ما كنا، ما أبغى أقعد في دي المنطقة. خلاص الزوج باع البيت وأخذوا بعضهم رجعوا مكان ما كانوا. توتة توتة وخلصت الحدوتة. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلوة ولا منتوتة؟ إن شاء الله بس تكون القصة عجبتكم حبايب قلبي، وإن شاء الله أنا المرة الجاية بإذن الله تعالى هعمل لكم طبخة حلوة. وبعد كده إن شاء الله ما حوقف من اليوتيوب. حاولوا تدعموني، حاولوا توصلوني 1000 مشترك حبايب قلبي. شكرا على المشتركين الجداد، وأشكر المشتركين القدام حبايب قلبي. دحين بعد كده إن شاء الله أنا مستمرة بإذن الله تعالى، وإنتوا أهم شيء إنكم تدعموني. تمام حبايبي؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.